حاطة الزبالة والأكل البايظ جوه التلاجة. جابت أختها علشان تساعدها في تنظيفها، لكن أول ما شافت المنظر كان هيغمى عليها. مرصصة الأدوية منتهية الصلاحية في الباب علشان مش عايزة ترمي، والجمهور بيقول لها بوظتي شكل الستات المصرية قدام المجتمع. إزاي أم آسيا طلعت منظر تلاجتها بالشكل ده؟ وليه الستات المصرية متضايقة؟ تعالوا نقول لكم إيه التفاصيل. تلاجة أم آسيا بقت ترند السوشيال ميديا كله، وخلت كل الستات المصرية تقوم تصور تلاجاتها علشان يثبتوا للعالم إنهم نضاف ومش زيها. وده بعد ما طلعت بكل ثقة تعمل فيديو عن روتينها في تنظيف التلاجة، وعلشان هي حامل جابت أختها تساعدها لأنها مش هتقدر تقوم بالمهمة دي لوحدها. لكن هنا كانت الصدمة لما باب التلاجة اتفتح. كان في زبالة في كل مكان، والعفن متكوم على باب التلاجة، وفي حاجات كتير مدلوقة جواها. ده غير ان ولادها حاطين هدوم ولعب واقلام جوه الاكل، ويا ريتها جايه على قد كده. دي كمان شايله دواء وعارفه انه منتهي الصلاحيه، بس مستخسره ترميه علشان خاطر الفلوس اللي دفعاها فيه. الكل في البدايه كان فاكر ان ده فيديو معمول للهزار، وانه اكيد محدش هيسيب تلاجته بالمنظر ده، وانها عملت كده علشان خاطر المشاهدات. لكن اللي حصل ما كانش كده نهائي، والموضوع كان حقيقي 100%، لدرجة إن أختها نفسها لما شافته اتصدمت، وقالت لها دي مقبرة مش تلاجة، وإزاي تسيبيها بالمنظر ده؟ لكن أم آسيا كانت شايفة إن المنظر ده طبيعي لتلاجة أي أم مصرية، وإنها عندها 3 ولاد وعلى وش ولادها، يعني مش هتقدر إنها تنضفها كل يوم، وإنها مش متضايقة من منظرها لأن ده دليل على إن الولاد حسهم موجود في البيت. وقالت إنها تراهن على إن أي أم عندها ولاد تلاجتها مش عاملة كده. الفيديو ده قلب كل رواد السوشيال ميديا عليها، وخاصة الأمهات اللي كانوا شايفين إنها بتشوه صورة الست المصرية وبتطلعها ست معفنة قدام المتابعين اللي عندها، اللي بالمناسبة أغلبهم من الخليج. وبدأوا يعملوا فيديوهات يفرجوا الناس على تلاجتهم وإزاي هما مش بالصورة اللي أم آسيا مصوراها ليهم. دلوقتي بقى جديركم تقولولنا، شايفين أم آسيا فعلا بتسوق صورة الست المصرية؟ وهل كل تلاجات الستات المصرية بالمنظر ده؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات.